سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري المتجدد لنوافيكم بآخر المستجدات من ربوع المملكة. وفي التفاصيل، عاش دوار بن خلف التابع لجماعة تغازوت بإقليم الحسيمة ليلة عصيبة جراء تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة برياح قوية، مما تسبب في وقوع أضرار مادية جسيمة مست منزلين بالمنطقة. وحسب شهادات استقتها مصادرنا من عين المكان، فقد أدت قوة التساقطات إلى انجراف التربة المحيطة بالوديان السكنية، مما تسبب في تسرب السيول الموحلة إلى الداخل، مخلفة بذلك خسائر متفاوتة في المرافق والمحتويات. المصادر ذاتها أكدت أن انهيارا جزئيا للتربة المجاورة أدى لتدفق المياه المختلطة بالأتربة نحو المنازل، في مشهد أثار ذعر الساكنة المحلية، خاصة مع استمرار الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة. وفي ظل هذا الوضع الصعب وبروح من التضامن والتآزر، هب شباب وأبناء المنطقة في مبادرة عفوية للتدخل، حيث سارعوا بشكل جماعي لتحويل مجرى المياه بعيدا عن المناطق المتضررة، سعيا منهم لتقليص حجم الخسائر ومنع تفاقم الوضع، لا سيما في ظل تعذر وصول الآليات الثقيلة جراء وعورات المسالك الطرقية. هذه الواقعة تعيد من جديد طرح تساؤلات ملحة حول هشاشة البنيات السكنية في بعض المناطق الجبلية والقروية، خاصة تلك القريبة للمنحدرات، مما يجعلها عرضة لمخاطر الانجرافات من كل زخات مطرية قوية. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموجز الإخباري، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية القادمة.